انا بقى دي كانت اول مخاوفي ان ابني يكون في مكان محدش فاهمه او محدش فاهم هو ايه اهتماماته. احنا في البدايه المدرسه بتحطنا في تحدي رهيب جدا متعلق بالدرجات. ده اتغير سنه مع سنه في وجوده مع اشعري، وقوفه قدام الجادج واحساسه ان هو عمل بروجكت ونجح فيه بشكل معين، وان هو كان مع اصحابه وعملوا حاجه، بقى مديله ثقه في نفسه عاليه لدرجه ان هو متخيل ان لا مش لازم يكون حكمهم في المدرسه تمام. اللي انا كل سنه بكتشفه ان انا فعلا هو في المكان الصح. انا دكتور ساره عطيه، استشاري اسري تربوي، واستشاري صحه نفسيه، واستشاري تحفيزي معتمد من ادلريان انستيتيوت او معهد ادلر. انا هنا طبعا بصفتي والده وليد، واحد من طلاب ايشاين، فانا معاكم النهارده عشان كده. وليد عنده دلوقتي 11 سنه، وهو هنا تقريبا من هو عنده 5 سنين، بقاله 6 سنين في ايشاين. هو بداية كده أنا مدرب مونتسوري، وأنا بعلم تعليم موازي، يعني أنا أولادي بالفعل في المدرسة، بس أنا باحاول أعادل اللي هُم بياخدوه في المدرسة بطريقة مختلفة وبمناهج مختلفة، عشان خاطر يبقى هُم مش بيتعلموا تعليم مُعتمد على المهارات الدنيا في التفكير. عشان يوصل للمهارات بتاعة الابتكار والتطبيق والتحليل محتاج يوظّف المعلومات اللي هو بيعملها. أنا هاعمل ده إزاي؟ فكان بالنسبة لي كأم ده شوية صعب. ابتديت أسأل لغاية لمّا عرفت المكان بتاع أشاين وجِبته هنا. اللي أنا كل سنة باكتشفه إن أنا فعلًا هو في المكان الصح. طيب إيه اللي بيحصل في ايشاين مختلف؟ إن هو المعلومة بياخدها بكذا طريقة وبيوظّفها في خلال الproject اللي هو بيعمله هو وزمايله طولة السنة، وبيوظّف ده كله في الproject بتاعه. فأنا باطلع كأم في الآخر إيه؟ إن ابني مش بس عارف المعلومة، لأ ده هو حلِّل المعلومة، ابتكر حاجات جديدة، طبّق المعلومة اللي خدها بشكل إيجابي في الproject بتاعه. فأنا كده باعمل إيه؟ أنا بانمّي مهارات التفكير العليا عنده، وده اللي أنا فاقداه في التعليم العادي أو في التعليم الموجود في المدارس. فلمّا ألاقي المكان دوّة بالفعل بينمّي لي مهارات التفكير العليا، لو بالمناسبة إنها ما بتتورثش، يعني أنا ما ينفعش أنا عندي مهارات التفكير أنقلها لابني، لأ أنا لازم أنا أخلّيه هو يكتسبها، فبالتالي ده اتحقق لي هنا في المكان. أول ما اكتشفتِ اينشتاين وجبتِ وليد هنا، كان إيه إحساسِك ومخاوفِك، وأول شهر عدّى عليكم إزاي؟ أنا بقى دي كانت أول مخاوفي، اللي هو إن ابني يكون في مكان ما حدش فاهمه أو ما حدش فاهم هو إيه اهتماماته. النقطة التانية إن أنا كنت خايفة برضه إن الcoaches يكونوا مش المهارة الكافية اللي ممكن تتعامل مع سلوكيات أطفال صغيرين. هل هو هنا هيبقى في أمان؟ طب هل هيحصل بينهم احتكاكات وبين بعض هم يعرفوا يفكوا هذه الاشتباكات؟ عندهم القدرة النفسية على احتواء الطفل بمراحله المختلفة؟ كل ده مع تقريبًا أول موسم تبدد تمامًا. يعني أنا متهيأ لي أول مرة أتجرأ فيها وأسيبه يوم كامل معاهم، ما أعرفش عنه أي حاجة خالص. كان يوم يوم كامل بقى من الصبح من الساعة 07:00 لغاية بالليل الساعة 21:00. أنا ما فيش أي تواصل بيني وبينه غير مثلًا ممكن أطمن هتخلصوا إمتى، هتعملوا إيه، وأنا متطمنة تمامًا إن كلّهم موجودين في المكان وهُم هيوفّروا بيئة آمنة لابني. فدي أكتر حاجة يعني ممكن تتخيلها عشان توصف لك مخاوفي وإيه اللي بيحصل في ايشاي. عايز أعرف شايفة وليد إزاي وهو صاحي الصبح رايح المدرسة، وهو بيجهز ورايح اينشتاين؟ وهو رايح المدرسة بيبقى خناقات متواصلة. فقرة الصباح دي فقرة أنت بتحوكل وتستغفر. تمام، وهو رايح عشان طبعًا أنا مش شايلة هَم حاجة، وبيجهّز كل حاجة وبيحضّر كل حاجة. فالموضوع بالنسبة لي أنا فعلًا كنت في الأول مخضوضة، اللي هو طَب أنت بتقعد 3 ساعات فعلًا ما بتزهقش؟ طَب آجي آخدك بدري، طَب آجي أطمن عليك في لقيته لأ ما تجيش، أنا تمام. لأ أنا بابقى مستمتع. ففعلًا مع الوقت لأ بقيت خلاص أنا متطمنة إن هو جوّه شايل، لأ هو متحمس ورايح عايز يدنّه في المكان. وفي ميزة كمان بقى يعني مثلًا وليد بيبقى مش بس متحمس، لأ ده إحنا كمان بنكتشف نقاط الضعف. فلقيت إن كل الcoaches الموجودين في المكان، باشمهندسة منى، كُلّه متعاون وكُلّه عايز فعلًا يحل المشكلة مع وليد، وإن إحنا نقوي نقطة الضعف اللي عنده دي. وليد في فترة ال6 سنين في اينشتاين، عايز أعرف سنة ورا التانية بيتطور إزاي؟ إحنا في البداية المدرسة بتحطنا في تحدي رهيب جدًا متعلق بالدرجات. ده اتغيّر سنة مع سنة في وجوده مع أشعري. إحنا بقينا مهتمين بإن إحنا نتعلم المعلومة أكتر من إن إحنا نركّز على الدرجة. إحنا بنبقى عايزين نجيب درجة عالية بس مش ده الtarget بتاعنا.
ادي نقطه. النقطه اللي بعد كده، المدرسه كانت عامله له حاله من الاحباط. هو شقي، هو بيتحرك. طب هو عنده فرط حركه؟ هو ما عندوش فرط حركه يا جماعه، هو طفل حركي بس مش اكتر ولا اقل. لا، هو هنا اكتشف ان هو مش مختلف ولا حاجه، هو عرف يوظف قدراته وامكانياته، فبقى اهدى في المدرسه. وقوفه قدام الجادج واحساسه ان هو عمل بروجكت ونجح فيه بشكل معين، وان هو كان مع اصحابه وعملوا حاجه، بقى بيديله ثقه في نفسه عاليه لدرجه ان هو متخيل ان لا، مش لازم يكون حكمهم في المدرسه تمام. هنا هو اتقبل باختلافه. انت متخيل بقى هو رايح حاسس مكان حبه، مكان متقبل نقط ضعفه، مكان يعني بيحاول يقويه بكل الطرق، هيكون عامل ازاي؟ فتخيل معايا كده الموضوع. لو في اب وام مترددين في الزقازيق، انا بقول لهم ما يترددوش، لان فعلا الجيل اللي جاي عايز يكون تفكيره بشكل مختلف، وعايز يوظف اللي اتعلمه بشكل مختلف، لان زي ما قلت قبل كده ان مهارات التفكير ما بتتورث. مهارات التفكير دي لازم نخلي ولادنا هم اللي يكتسبوها ويتعلموها بنفسهم.